مساء النور، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وتكون احوالكم طيبه. اليوم غادي نقترح لكم واحد الكيكه. شنو غنقول لكم؟ واحد القوام، شكل، مذاق، كل شيء فيها، يعني كيكه اللي تستحق انكم تجربوها. ومن غير هذا الشيء كامل فهي راه سهله، ما كتحتاجوا فيها لا طراب كهربائي ولا خلاط. دغيا دغيا كتوجد. المقادير بساط البنات. غادي تحتاجوا دقيق الفرص، غادي تحتاجوا السكر، من الاحسن يكون سكر ناعم واحد شويه، ماشي كلاصي، غير طحن واحد شويه. زيت نباتيه. غادي نحتاجوا الماء يكون دافي شويه، اولا تقدروا تعوضوه بالحليب. حنا درنا الماء باش تكون نوعا ما اقتصاديه. غادي ندير خميره ديال الحلويات وكاكاو المر. تقدروا تنسموا حتى بشويه ديال القهوه سريعه الذوبان. غندوزو دابا لطريقه التحضير. غتاخدوا واحد لوبول ديروا فيه كاس ديال الدقيق، بطبيعه الحال الدقيق الخاص بالحلويات ما يعادل 112 غرام. غادي تزيدوا نصف كاس ديال السكر ما يعادل 75 غرام. بالنسبه ليا هاد الكميه ديال السكر اللي عطيتكم كافيه. ما كتجيش الحلوه ديالكم حلوه كتقهر، وما كتجيش عاوتاني ناقصها الحلاوه، يعني حلاوه معتدله. غتزيدوا قبيصه ديال الملحه، ضروري ما كنزيدوها في الكيكه والحلويات باش كتصحح لنا الذوق. وغادي ندير ساشي ديال الخميره الكيماويه بيكين باودر ما يعادل 8 غرام. غادي نزيد دابا الكاكاو المر البنات. هذه هي لا مارك اللي كنستعمل، هاد النوعيه جيده. الساشيه دايره تقريبا 2 دراهم عند مول الحانوت. ما كتكونش فيها يعني ريحه خايبه، وحتى اللون ديالو والمذاق اللي كيعطي الكيك رائع بزاف. ضروري ما كتصفيوه، لانكم عارفين بلا الكاكاو كيكونوا فيه دوك الحبيبات فكيخسروا لنا العجين الا ما تصفاش. وحتى الدقيق ضروري ما كتصفيوه. انا راه غربلته عفوا في الاول عدزته. وغادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال الخل. انا استعملت هذا الخل الابيض، كيف ما تقدروا ديروا الخل العادي. كنضيفوه باش كيعطينا اولا باش كتكون هذيك الكيكه ديالنا هشيشه ورطبه. غادي نزيد 4 كاس ديال زيت نباتيه ما يعادل 35 مليلتر. وغادي ندير كاس لاروب ديال الماء كيف ما قلت لكم في الاول دفيته واحد شويه ماشي بزاف. ولا تقدروا تعوضوه بالحليب او لا تخلطوا الماء مع نيدو، المهم نتوما اللي موجود عندكم. ولكن باش كتكون شويه اقتصاديه كديروا غير الماء، راه كتعطيكم نفس النتيجه، نفس القوام، نفس البنه، ما كاينش شي فرق. صافي غادي نخلطوا هذوك المكونات كاملين. الا رديتوا البال، انا درت النواشف والسوائل كلشي دقه واحده وخلطتهم. الا عندكم هذاك السكر خشين بزاف كتخلطوه في الاول مع الماء باش كيذوب. كيف ما قلت لكم انا السكر ديجا طحناه، يعني الحبيبات ديالو رقاق. المهم هذا هو القوام اللي خاصكم تحصلوا عليه، ما يكونش ثقيل بزاف. علاش ما تقلتوش؟ باش تجيني هذيك الكيك بحال الشكل ديال البراوني، يعني تجيني معلكه واحد شويه. هنايا غادي نوريكم باختصار كيفاش كندير باش كنغلف هاد النوع ديال ليمون اللي كيكونوا مفتوحين من التحت. كناخذ بابي كويسون، كناخذ العبار ديال المول، وكنحاول هكا نحدد هذوك الحواف باش كنقطعهم بسهوله بمقص. حاولوا ما توصلوش لهذيك النقطه ديال الحافه. صافي وكندهن المول بالزبده اولا الزيت باش ملي نجيو نديرو فيه بابي كويسون يعني يلصق لينا، وملي نجيو نخويو الخليط ما يسيحش لينا. هانتوما كي كتحطوا البابي كيشد بلاصتو. المهم نتوما كتفينيوه هذوك الجناب اللي كيكونوا اللي قطعنا، حاولوا حتى هما تلصقوهم بالزبده اولا الزيت. المهم كيجي بحال هكا مفيني ومقاد. واحد النصيحه البنات، ماشي كاع لي بابي كويسون كاليتي مزيانه. حاولوا واخا تكون كاليتي مزيانه ولا خايبه، دهنوا القاع ديال المول والجناب بشويه ديال الزبده اولا الزيت. ضروري غير دهنوه، لانه بعض المرات كتلصق لينا الكيك، خصوصا كيف ما قلت لكم الا كانت لا كاليتي ديالو ماشي زوينه. صافي في هذيك اللحظه انا كنت سخنت الفران على 180 درجه. ملي كندخل الكيك ديالنا كنقصوا درجه الحراره ل 180 وما تحلوش عليها الفران حتى تدوز تقريبا واحد يعني 15 حتى ل 20 دقيقه. شوفوا لي الشكل ديالها كيفاش
جات تقريبا فحال الشكل ديال البراوني، وحتى التعليكه اللي في هذا الكيك فحال تقريبا البراوني. المهم جربوها بالمقادير اللي عطيتكم وردوا عليا. بالنسبه للتزيين عندكم الاختيار، يا اما كديروا كيف ما درت انايا، درت الشوكولاط ديال الدهن نوتيلا، استعملت انا نوتيلا، او لا تقدروا تاخذوا مثلا الشوكولاط الاسود او لا شوكولاط بالحليب اللي موجود عندكم. تاخذوا واحد 150 غرام تخلطوها مع 70 غرام ديال الحليب يكون طيب مزيان، او لا القشده اللي موجود عندكم. بالنسبه لهاد الكميه الحليب اللي قلت لكم ما تخويوهاش دفعه واحده، بقاو تخويو شويه بشويه وانتم كتخلطوا حتى كتوصلوا للقوام اللي بغيتو. صافي انا خلطت معاه شويه ديال الكركاع اللي هرمجت وحمصته واحد شويه باش كيجي المذاق ديالو زوين، وزدتو على هذاك الشوكولاط صافي، وكان ايطالي فوق من الكيك. كيجي الشكل ديالو زوين وكتحسوا بهذيك القرمشه ديال الكركاع. تقدروا كاع ديروا الكركاع لداخل في العجينه حتى هو كيجي زوين. غادي ديروه في الثلاجه باش كتشد ديك الشوكولاته راسها وكتقصح واحد شويه. راه كتجي بحال الشكل ديال الكاناش الا استعملتوا الشوكولاط ديال الدهن. صافي ملي كتبرد كتقطعوها بالسكين. وقت ما قطعتو كتحاولوا تمسحوه بزيف او بشي بابي باش ما يخسرش لكم الشكل ديال الكيك ديالكم. المهم هذا هو الحجم اللي درت، راه كتجي زوينه ولذيذه. شوفوا لي الشكل ديالها كيفاش كيجي هشيشه بزاف رطبه. المهم حتى لهنا غادي نكون وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى تعجبكم هذه الوصفه وتكونوا استفدتوا معايا. نشوفكم في الفيديو الجاي بصحه والراحه.